السلام عليكم. هذا الفلوج عن أكثر من يوم وغالبا عن أيام العيد. فقت بكير وأجا عبالي أعمل بيتزا هيلثي، فجربت بالتوست الأسمر والتونة وحطيت آخر شي عليها جبنة جودة كتير بحبها، وطلعت يعني منيحة، بس يعني بالعجين كتير أزكى صراحة وأطيب، فمشينا الحال مع كاسة شاي أخضر. بعدين بعد الظهر طلعنا أنا وجارتي نشتري كم غرض، جبت ورق عنب وأغراض يعني ناقصين صراحة للبيت ومنظفات للبيت. وشوفوا شو شفت عند محلات جبل الشيخ، ما بعرف إذا بتعرفوا، براندات أردنية للحلويات مثل عنبتاوي وحبيبة للمعمول والمشكل وغيره. وطبعا لما تحكي حبيبة بالأردن يعني فخامة، وهالاسم معروف عند كل أردني. وأكيد العنبتاوي كمان نفس الإشي، وطعمهم خرافي لأنه بينعملوا بالسمن العربي الأصيل. والصادم إنه الأسعار خيال وبتناسب الجميع، يعني ما توقعت هيك مثل أسعار مثل أسعار الأردن تقريبا، فكرت راح بتكون كتير أغلى. وشوفوا شو شفت كمان آيس كريم بالذرة اشتريت، فكرت راح بتكون زاكي يعني هيك فضول، يعني فكرت راح بتكون طعم كورن بالآيس كريم، والله طلعت مو طيبة أبدا، فلا تجربوها وما حبيتها. حطينا الأغراض بالسيارة ورحنا شوي بالبحر، تمشينا يعني حر الصراحة كتير كان في ناس. بعدين دخلنا مطعم أكلنا سمك دنيس، ما شاء الله أنا كتير بحب هذا النوع من السمك خاصة إذا كان فريش. وتاني نهار رحت على سوق بمعاذر ونسيت اسمه صراحة، في عندهم بخوريات وعطور بتجنن، للمفارش للبرادي للعبايات للبيت بيجنن، بفرجيكم إياه بفلوق تاني. والحمد لله رب العالمين، وإن هذا لرزقنا ما له من نفاد، اللهم يسر في طريقنا يا رب العالمين، أحسن الخلق.